السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. حبيت اصبح عليكم واقول لكم عاملين ايه، اخباركم. حبيت كده اتكلم معاكم حبة دردشة كده. تمام. من قدام الشجر وصوت العصافير، صوت العصافير جميل قوي والله يا جماعة. انا الحمد لله بخير واولادي بخير والحمد لله يعني. الحياة والنفسية ابتدت تهدى الحمد لله. انتوا عاملين ايه واخباركم؟ طمنوني عليكم. بصراحة انا حبيت اشكركم على الفيديو الاخير بتاعي. ما شاء الله المشاهدات بتاعته عليت واللايكات بتاعته عليت والتعليقات بتاعتكم جميلة. ربنا يخليكم ليا ودايما تدعموني ودايما تكبروا القناة بتاعتي ودايما تساعدوني يا رب كده. اقول لكم ايه بس، فرحانة والله والله بجد. انا الحمد لله بقى لي كام يوم بايته هنا في المكان الجديد اللي انا فيه. الحمد لله النفسيه كويسه وابتدينا الحمد لله نتأقلم على هنا. والشقه انتوا عارفينها بتاعت الوراق لسه بروحها برضو، لان انا برضو دي شقتي ومش هسيبها ولسه باقي عفش كتير فيها. فاللي هو بروح هنا وبروح هنا. بس الحمد لله انا كويسه وولادي كويسين وفرحانين في المكان وكويسين. ورحت حولت الادم ابني على النت، بس لسه ما جاتش الموافقة، يعني هتابعها لان هو بيقول لي الموافقة بتبقى من يوم 15/8. وابتديت انزل اشوف بقى المدارس هنا والسناتر، عشان انتوا عارفين بقى ابني رايح تانية ثانوي عام والتاني رايح تالتة اعدادي. فالحمد لله يا رب العالمين ابتديت اعرف اماكن هنا ولسه هنعرف تاني. بس انا مرضيش اصور لكم، قلت لما ايه اعرف، لان انا كنت بدخل الشوارع فبضطر اسال عشان ارجع تاني. بس الحمد لله يعني عرفت حاجات، وهو الحمد لله ماشي الحال ونعمة وفضل من ربنا كبير وربنا بيحبنا والله. والله العظيم يا جماعة. بصوا يعني، بصوا هوريكم حاجة. بصوا ملك ابني. فما تستعجلوش والله يا جماعة، ما تستعجلوا. انا قعدت ادعي كتير ربنا وبقيت بصلي وادعي ربنا يفرجها عليا، ربنا يوسع عليا وربنا يطلعني المكان اللي انا فيه على خير. الشقة اللي انا واخداها ايجار جديد وهتزنق معايا جامد والله يا جماعة. بس برضو فرج ربنا كبير يعني. بصي ربنا بيضايقها في حتة بس بيريح نفسيتك في حتة تاني. مش تقولي بقى انا عشان واخداها ايجار جديد، لا والله والله يا جماعة، لا الحمد لله نفسيتي فوق كل شيء. انا صرفت الوفات على الدكاترة السنة اللي فاتت، فالحمد لله وفضل من ربنا وكل حاجة كويسة. ربنا ما بيجيبش اي حاجة وحشة خالص خالص خالص. فكل اللي انا عايزة اقوله لكم، خلي عندكم امل في ربنا، وخليكم واثقين ان دايما ربنا هيعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. بس بيبقى ليه ميعاد وبيبقى ليه ساعة، وربنا عارف الخير ليكوا ايه. ربنا عارف الخير ليكوا ايه وبيجيبه في وقت ما هو بيعرف ان الوقت ده خير ليكوا. فالحمد لله يا جماعة، فضل ونعمة من عند ربنا وربنا يدومها نعمة عليا. وانا بترجاكم ان انتوا تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، ودايما تبهروني كده بالتعليقات وباللايكات وبالاشتراكات بتاعتكم عشان اكبر القناه بتاعتي، عشان دي مدخل رزق هتساعدني في العيشه الجديده اللي انا هبقى فيها. وادعوا لي كده، ادعوا لي ان شاء الله استمر هنا وان انا اشوف حاجه هنا يا رب، الاقي شقه عقد مفتوح. فان انا ممكن الله اعلم يعني، ممكن ان انا اروح سايبه هناك، بس الفلوس اللي انا اخدها من هناك احطها في الشقه العقد المفتوح. فادعوا لي ودعموني، رغم ان جوزي مش عايز يسيبها خالص لان اهله هناك وعيشته كانت هناك. فادعوا لي ودعموني باشتراكاتكم وباللايكات بتاعتكم، وان ربنا يوسع عليا وربنا يرزقني ويهدي اولادي ويهدي اولادكم جميعا ان شاء الله. هو فيديو قصير كده، انا حبيت بس ان انا اصبح عليكم واشكركم على الفيديو وعلى تعليقاتكم وعلى اشتراكاتكم. واتمنى يا رب اللي داخل جديد يتفاعل معايا على طول، واتمنى يا رب اللي يشوف الفيديو ده يدخل القناة ويفعل زر الجرس عشان يشوف كل جديد انا هعمله، ويدوس لايك والتعليقات. وفي حاجات كتيرة جاية يعني، انا جوزي قرب يجي من السفر، هنصوره وهصور لكم الضيوف اللي هتيجي
وهصور لكم بقى هعمل ايه برضو في الشقة جديد، وهصور لكم الاكلات اللي احنا هنعملها له، وهصور لكم حاجات كتيرة قوي، وكل ما هنزل هشتري حاجة هصور لكم برضو. فبجد بجد الفيديوهات اللي جاية هتبقى ممتعة وجميلة جدا، فانتظروها واستنوها وفعلوا الفيديو يا جماعة. بصوا انتوا لو الجرس، والله تفعيل الجرس مش هياخد منكم حاجة، بس عشان ان انتوا يجيلكوا اشعارات بأي فيديو جديد انا هنزله. واللايكات برضو والله يا جماعة، بصوا مش هتدفعوا عليها اي فلوس، انتوا دوسوا لايكات كده والدنيا والله هتبقى كويسة والحمد لله على كل شيء. واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.